اناتومي اوف فول بيتكلم عن ابن لكاتبه وروائيه، ووالده كاتب وروائي. بينزل يتفسح الكلب بتاعه، وهو بيرجع البيت بيلاقي ان والده وقع من اخر دور من بيتهم. والبيت ده ما كانش فيه اي حد غير هو ووالده ووالدته بس. فالشرطه بتفتكر ان هي جريمه انتحار، لكنها بتشك ان هي ممكن تكون جريمه قتل. بما ان مفيش حد في البيت غير والدته، يبقى المتهم مين؟ فبنقضي مع الفيلم واحدة من أفضل لحظات دراما المحاكم اللي شفتها من سنين. فيلم من افضل ما شاهدت في افلام الدراما والمحاكم، من افضل ما شاهدت، وتمثيل فاخر من كل الناس. الفيلم موجود دلوقتي على ابل تي في. الافلام الانترناشونال مش كل سنة بتلاقي فيلم بالجودة دي، يعني ساعات بيبقى في سنة، في سنين، في انذر راوند بتاع مادز ميكلسون، في ذا هانت بتاع مادز ميكلسون برضه، في اسبيريشن الفيلم مم. الايراني، في الانتوتشابل الفيلم الفرنساوي، في افلام كده، سينما في باراديسو، باراسايت. باراسايت. فكل سنه كده بتلاقي في فيلم انترناشونال احلى بكتير من كل اللي بتعمله هوليوود ده فيلم السنه دي. مم. فانا عايزك تقول لي ايه ايوه، اول ايجابيه عندك. التمثيل طبعا. التمثيل بتاع ساندرا هولا اللي هي بطلة الفيلم. هو بتمثل من غير ما تمثل. كل الانفعالات عندها داخلية. الست دي بتمر بحاجات كتيرة قوي في خلال قصتنا، واصلا شخصيتها بالنسبة لنا ما هياش الكتاب المفتوح ابدا. ومع ذلك هي قادرة تعكس ده منتهى السلاسة ومنتهى الصدق. وغير كده، تمثيل ساندرا هولا السنة دي هو المفضل بالنسبة لي في الأداءات النسائية. والست على طول هاديه هدوء كده ابن لذينه، بس رغم كده الهدوء ده بيخليك طول الوقت شاكك فيها، اللي هو انت بتتعاملي مع الهدوء المريب. الموقف مش بطريقه مريبه. مش ده المفروض الطريقه اللي تتعاملي معاها مع الموقف ده. شخصيه، لا ما فيش بقى الملاك البريء اللي بجناحات، دي شخصيه يعني عندها من التناقضات ما يكفي. انا مش عايز بس اقول يا جماعه ان التمثيل بتاع الممثله بس اللي حلو. الولد ده صغير، ايه ايه الحلاوه دي. مم. الكلب يخرب بيته مم. بيمثل، المحامي جامد بيمثل، المدعي العامل السخيف اللزج المقرف بيمثل. ارخم خلي الله اللي بيعمل شغله. اه، يعني الموضوع مش شخصي خالص، بس الراجل بيعمل شغل. بيعمل شغله بطريقه انت عشان انت واخد الفيلم من وجهه نظرها فتحس ان هو رخم، بس هو بيعمل شغله. مم. لا لا لا، الفيلم في التمثيل. انت حتى الناس اللي بتيجي تعمل مشهد، يعني الناس اللي بتيجي تقول شهادتها بيطلع دقيقتين ثلاثة، الراجل ان كاركتر جدا. فلا، التمثيل في الفيلم الكل شابوه يتسقف له. ولكن هي طبعا البيك بتاعهم، طبعا. باعتبار ان احنا بنقضي معاه الوقت الاكبر، وباعتبار ان هي كمان ممثله جامده. ممثله يعني جامده، هي ممثله طبعا جامده ممثله جامده جامده. جامده جامده. ست ساندرا هولا. بتتكلم ثلاث لغات، ثلاث لغات اتمنى فلوينت. اتمنى ترشيحها للاوسكار خاصه انا بالنسبه لي بالفيلم. الميزه الاكبر في الفيلم هو الحوار، السيناريو والحوار ده اللي حصل في الفيلم ده مش طبيعي. بص الفيلم، مشاهد المحاكم بتاعته طويله، طويله والله العظيم ما حسيت بيها. انا ببص بلاقي فيه نص ساعه اتاكلت. يخرب بيتك اكلتها ازاي. حوار بين الزوجين، يعني لما كان الزوج بيتكلم عن حته ال... اللي هما ما بيتكلموش مع بعض فرنساوي في البيت. ودي بالنسبه له كانت نقطه فيصليه. لان هي هنا، هي الحوار، يعني هو مش بيتلكك. لا، انت بتتكلم دلوقتي عن ثقافه. انت جاي تلغيني، انت جاي تمحي هويتي وهويه ابني. فالحوار وصل بينهم ان انت، لا ده انا افكرك باصولك، ده انت المانيه وانا فرنساوي، عايشه في فرنسا، يبقى تتكلمي فرنساوي. لوي لقد ايه الحقائق، الحوار والسكريبت تغلغل. لوي الحقائق، لوي الحقائق. لو اما الناس الحقائق بتعمل صراعات مع بعض ازاي احنا بنضخم بالظبط، المواضيع بالظبط، ونقول حاجات بالظبط. حتى احنا مش بتوصلش ان احنا بنتناقش، احنا بنتخانق عشان نثبت وجهة نظرنا. انا الصح، انا الليدر، انا اللي ليا وممكن الكلمه. تكون على حاجات تافهه. ممكن تكون كلمه واحده انا مش تراكمات، قابلها منك دلوقتي. تراكمات، لمسه انا فسرتها بشكل غلط. تراكمات. لا هي دي حلاوه السينما. السينما حلوه ليه؟ عشان بنخش جوه قلب البشر، نطلع منهم الحاجات اللي البشر ما بيقدروش يقولوها قدام بعض. فبنتخيل شخصيات بتقول اللي جوانا. يا جماعه ما هو ده السينما. هي دي انا بالنسبه لي ده تعريف حلاوه السينما. بالظبط. ان يعني انا تخش جوه نفس البشريه هي في اتغلغل نفس جواها. المشهد ده، بالظبط هي في نفس المشهد ده هي كانت بتعريه. بتقول له لا، ده انت فيك واحد واثنين وثلاثة واربعة، وهو كمان فيك واحد واثنين وثلاثة واربعة، هما الاتنين دخلوا في نفوس بعض. يعني لدرجة ان انت تشعر ان انتوا فعلا ازواج وعشتوا مع بعض 10 سنين مثلا ولا حاجة. تاني، فقد ايه السكريبت كان حقيقي. مش ابيض واسود.
يعني ننتقل بقى من حتة السكريبت والحوار لحتة انا عجبني قوي الاخراج في المشهد ده. ان المشهد ده اخره فيه خناقة او فيه اعتداء جسدي. الاخراج اول ما الاعتداء اسمع، الجسدي حصل راح قاطع وساب اتخيل. الموضوع لخيالك. عارف اما تكتب انت اما تقرا افور في انت كتاب. براحتك. اه، اما تقرا كتاب. تخيل انت الضربة دي عاملة ازاي، الحاجة اللي اتحدفت دي جت فين، الدم اللي طرطش على الحيطان كان قد ايه. كان لا ده في افضل قفل. قرار اخراجي في الفيلم. قرار. لا شايفه بقى ده في قرار اخراجي. احنا مش هنتكلم، انا مش هتكلم عن الاخراج في وجه عام لانه ملوش حل. هو هكلمك تفرده في مشهدين. المشهد اللي انت قلته ده غير مشاهد المحاكم بقى، ده حوار تاني. مشاهد المحاكم ده مم. مشهد في اخر الفيلم، الاب بيتكلم بس مش بصوته. مم. انت جات لك الفكره الشاعريه اللي تاثر جوه دماغ المشاهد ازاي. احنا لو اتكلمنا على السلبيات، ان الفيلم في الاول بيعمل سلو بيرن، بيسوي الاكل على نار هاديه قوي. مم. اصبر يعني بجد والله، خلي عندكم ثقه فينا. احنا لسه مش بقالناش مده، بس خلي عندكم ثقه فينا. اصبروا على النار اللي تستوي على الهادي دي، عشان هتشوفوا في الاخر طبخه مم. ملهاش حل. ولو قلنا على سلبيات، يعني انا بقول لك انا ما عنديش غير السلبيه اللي قلتها في الاول دي. وسلبيه ان الفيلم نهى على تون بارد. انا مم. كنت عايزه يخلص اه. على هيت، اخلص على نفس اليوفوريا اللي انا كنت فيها، النشوه اللي انا كنت فيها دي. ما تنيمنيش. ملخص الفيلم يا جماعه، اناتومي اوف فول افضل فيلم انترناشونال السنه دي. فيلم اكيد رائع. اكيد. انا حبيت اناتومي اوف فول، من الافلام الكلاسيكيات اللي هو يعني ذهنت من 2012 ولسه نفتكره دلوقتي. سينما باراديسو مم. مش من كام وبنفتكره دلوقتي. اناتومي اوف فول هتيجي مم. 2040 2050 وهنفضل فاكرينه لحد دلوقتي. هو فيلم رائع، فيلم من افضل افلام المحاكم، فيلم فشيخ. تقييما كام للفيلم؟ 9/10. 9 من 10. الموضوع سهل ايزي جدا 9/10. جدا. 9 من 10 سهلة. مم. أنا حبيت أناتومي أوف فول. فيا ريت جدا تشوفوه. جدا. ترشيح. لازم تشوفوا يا جماعه الفيلم ده، لازم تشوفوا الفيلم ده ونتناقش. لازم. يعني فيلم يخليك اه. تقعد، عجبك ما عجبكش هتقعد دماغك تتحرك ونتناقش ونتكلم مم. يعني. لان السنه كمان قويه جدا على مستوى الاداءات النسائيه. السنه انا يعني قلتها انا قلتها انا قلتها على تويتر. اه. اقوى سنه من يوم ما تابعت اوسكار الباز مم. فيها اداء تمثيليه. هي انا كيري بقول لك، موليجان ليدنج. كريم موليجان ليدنج. كريم موليجان طالعه انا في لو اظلم حد يعني لو انطر حد انطر كيري موليجان الصراحه. كريم موليجان ليدنج، بالنسبه ناتي عشان بورتمان التانيين ليدنج، جامدين. ايما ستون ليدنج، ليلي جلاد ستون ليدنج، هولر ليدنج، ومارك روبي ليدنج. ففي واحده هتتبقص. اكتبوا لنا يا جماعة في الكومنتات عن ايه احسن فيلم اجنبي انتوا شفتوه. اجنبي يعني فيلم غير ناطق بالانجليزية، يعني فيلم كوري، فيلم فرنساوي، الماني. اكتبوا لنا في الكومنتس. انت ايه